بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد مساكم ويسعد جميع أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد. هندخل بقى في المفيد على طول إن شاء الله. طبعا يعني كلنا مشغولين بقضية أحمد وشريف وأصحابه. القضية المعروفة اللي شغلت الرأي العام المصري. طبعا اللي عمال بقى يقول لك يعني هدروا ومش هدروا والكلام من ده والكلام اللي احنا بنسمعه، مفيش الكلام ده خالص. هي القضية فقط قضية المقلب اللي اتعمل وأحدث ضجة على السوشيال ميديا. والله يكون في عون ماما فادية وأنكل جمال إن شاء الله بإذن الله، والجميع يترقب إن شاء الله. كلنا هنبارك مقدما إن شاء الله بإذن الله. بس اللي بيقول لك بقى هدروا ومش هدروا، مفيش الكلام ده خالص. هو الموضوع وما فيه هو موضوع قضية المقلب فقط. والمحكمة يا جماعة الخير ليها بالمستندات، ملهاش بقيلة وقال واللي بيتردد والكلام من ده خالص خالص. أما الكل اللي فيها هو المقلب فقط. عندك دليل هتاخد بيه، ما عندكش دليل مش هتاخد بيه ولا. وطبعا مفيش أي حاجة من الكلام من ده خالص بإذن الله. إن شاء الله هنبارك لماما فادية وأنكل جمال إن شاء الله على خروجهم بالسلامة إن شاء الله. تم تأجيل القضية للغد، إما إن شاء الله هياخدوا بإذن الله ونأمل ذلك ونأمل إننا نبارك إن شاء الله. يا إما هياخدوا اللهم صل على رسول الله براءة ونأمل ذلك بإذن الله، يا إما هيخرجوا بكفالة مالية، يا إما لا قدر الله لا أراد الله ربنا يا رب ما يردش حاجة وحشة أبدا يخدم حكمه. ده اللي مش عايزينه وده اللي ما نردهش إطلاقا إطلاقا، لأن الأمر بسيط للغاية جدا جدا. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.